السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كده احنا هنكمل بقية طقم الساري. ازاي نثبت الملاية او ازاي نثبت الساري على الملاية. بناخد مقاسه ازاي؟ زي ما احنا عارفين الملاية معروفة. اما تبقى متر وستين بنقص 40 سنتي من جنب الحيطة، والمتر وستين يبقى كده مترين، وال40 سنتي التانيين بيبقوا في ديل الملاية من تحت، من أول حرف المرتبة لغاية الأرض. هي دي منطقة الشغل بتاعتنا. هنعمل ايه؟ اهو زي ما انتوا شايفين كده بنحدد ال40 سنتي. بنحددهم يا إما بدبابيس، يا إما بالمارك، يا إما بقلم جاف، وبنحددهم من ديل الملاية لغاية فوق 40 سنتي. بنجيب وش القماش لينا، وبنجيب وش الساري لينا، ونحط وش القماش في ظهر الساري، وبنبتدي نثبت على المكنة زي ما انتوا شايفين كده، في خط مستقيم. طبعا عشان تطلع مظبوطة معانا يا اما نثبتها بدبابيس، يا اما بالمارك بمسطرة بنعمل خط مستقيم، وبنمشي في خط مستقيم كده علشان تبقى مظبوطة معانا، ما تبقاش معوجة. زي ما احنا طبعا شفنا السريق قصيناه ازاي. بنقصه 50 سنتي، وبناخد ديل الملاية 40 سنتي من الأرض لغاية حرف المرتبة من فوق. فطبعا كده الساري بيبقى 50 سنتي، فبيبقى معايا 10 سنتي تحت الملاية. فبكده بتديني الطول اللي أنا عايزاه، لأن من عند المرتبة لغاية الأرضية بتبقى 50 سنتي، فبثبت عليها الساري. شايفين؟ بثبت بخط مستقيم. مش بنثبت الساري بس، في عندي زي ما أنا وريتكم اللي هو الذهبي دوت، الاسترس الذهبي او الفضي على حسب اللون اللي انا عايزاه. بعد ما احنا ما خلصنا وخدنا المترين ونص بتوع الساري وثبتناهم على ال40 سنتي بتوع الملاية، مع ان انا اصلا الملاية 240، فباخد 40 سنتي اللي هو من الديل لغاية حرف المرتبة من فوق. باجي بقى ال40 سنتي اللي هما من تحت اللي انا مثبتة فيهم الساري، بروح تانياهم زي ما انتوا شايفين كده، عشان لما اجي اثبت السري عليها واظبطها بتبقى متنية ومتساوية، ما يبقاش فاضل غير الجناب بس هي اللي انا هتنيهم. حبايبي يا ريت تشتركوا في القناة فضلا وليس امرا، وتعملوا اعجاب للفيديو. لو في اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات. ادي الاستراس، المتر ب10، جبت مترين ونص ب25. طبعا هو بيكفي كذا طقم، لان انا خدت عدد صفوف الاستراس 6 صفوف. ممكن تعملوهم 4، ممكن تعملوهم 5، على حسب ما انت عايزة. بنيجي نثبت الاستراس دوت. بنشتغل في الفراغ اللي بين كل صف، بنعدي عليه بالمكنة وبنثبته، بس ما نشدوش عشان ما يبقاش مزرزر، نسيبه مريح كده، ونثبت في الفراغات، عشان لو ثبتنا على الاسترس نفسه هنلاقي الإبرة اتكسرت. اه زي ما انتوا شايفين كده بنثبت صف زي ما بنثبت الستان كده، وبنرجع نثبت الحرف التاني. يعني نثبت حرف وبنرجع نثبت الحرف التاني. طبعا زي ما انا قلت لكم ما بنشدش القماش او الاسترس، بنسيبه مريح كده عشان ما يبقاش مكشكش معانا. ما تنسوش يا حبايبي اللايك للفيديو، ولو في اي سؤال اكتبولي في التعليقات. كده يبقى احنا عملنا، وريتكم ازاي نستعمل الساري الهندي اللي هو بكنارين، ناخد كام متر. ده في الفيديو الاولاني. الفيديو التاني وريتكم ازاي نثبت على الخدادية ونطلعها بطريقة نظيفة. والفيديو التالت اللي هو دوت بوريكم ازاي نثبت الساري وعلى الملاية، وايه مقاس الملاية وايه مقاس الساري. مقاس الساري بيبقى 240 سنتي، على قد مقاس الملاية بالظبط. انما لو عايزين كشكشة بتعملوا الدبل، بدل ما هو 240 بتاخدوا الكنار مرتين، بيبقى 4 متر و80، وبنعمل كشكشة فوق الملاية نفسها. كده ثبتنا الاسترس من الناحيتين. بنبتدي بقى
نجيب حرف الملاية وبنتنيه عادي جدا زي ما بنتني اي ملاية. يا رب يا حبايبي يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.